عمرك جربتي تتبيلة الفراخ المشوية في البيت ازاي تعمليها بطريقة زي المطاعم بالظبط؟ هنعملها النهاردة بس بمكونات موجودة عندنا في البيت ونفس الطعم يا جماعة، وهيطلع معانا لونها ذهبي جدا وطعمها جوسي ما شاء الله، خطيرة وروعة جدا. أول حاجة معايا حطيت عندي كوباية من المية صغيرة، كوبايتين من الزبادي صغيرين ما شاء الله، ومعلقة كبيرة من الزيت ما شاء الله. دي أول خطوة. تعالوا بقى البهارات عندي كل حاجة معلقة صغيرة والموجود عندك تحطيه. أول حاجة معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، الكركم، السماق، معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة وبهارات الفراخ، وكمان معلقة صغيرة كاملة من الملح ومعلقة صغيرة كاملة من البابريكا ما شاء الله. شايفين حضراتكم أنا بحط البهارات بالراحة جدا قدام حضراتكم علشان تعرفوا كل البهارات معايا بالشكل ده. وكمان زودت نص معلقة صغيرة من القرفة. عندي بقى هنا حطيت عندي معلقتين كبار من الصلصة ومعلقة كبيرة من المستردة، وقلب بقى كل التتبيلة الخطيرة دي يا جماعة. شايفين حضراتكم التتبيلة لونها رهيب جدا. بزود عندي بقى كوباية دقيق صغيرة وبدوب كل المكونات مع التتبيلة بالشكل ده ما شاء الله. بجهز عندي بقى فرختين يا جماعة، الفرخة وزنها كيلو أو كيلو وربع، صغيرة جدا بتاعت الشوي. أول حاجة بعمل عندي الفرخة فيها فتحات بالشكل ده، أنا أسمع عندي الفرخة نصين ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين الصدر مع الورك مع بعض. بعمل فيها الفتحات بالشكل ده واروح منزلاها عندي في التتبيلة. اللهم بارك. بعملها كويس جدا كده في التتبيلة، أخلطها تمام، وبعد كده بحطها بقى عندي في التلاجة لمدة ساعتين. كل ما بتقعد معاكي كل ما بتشرب وتشبع ويخش جواها كده التتبيلة بتبقى خطيرة جدا. شايفين حضراتكم هنا بقى أنا خلطتها كلها بالتتبيلة، بس هزود كمان عصير ليمونة واحدة واحطها عندي في التلاجة. شايفين حضراتكم بعد ما قعدت معايا ساعتين عاملة ازاي؟ خطيرة جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى هفرد معايا الفرخة بالشكل ده في الصينية زي ما حضراتكم كده شايفين ما شاء الله. شايفين حضراتكم الفراخ طعمها رهيب جدا. هنا بقى علشان اعلي التست معايا وادخل الصينية عندي في الفرن، بجيب عندي بصلتين صغيرين وقرنين فلفل حامي سبايسي، وعندي حبيتين طماطم مقطعاهم كلهم شرائح زي ما حضراتكم كده شايفين، وانزل بباقي التتبيلة معايا. اغطي عندي بقى بورق فويل، بحط بقى عندي الصينية تستوي. هنا بقى نجهز شوية رز حلوين. اول حاجة احمر عندي البصلة في شوية زيت كده يا جماعة، مع شوية كده من ورق اللوري وكمان 3 فصوص من الحبهان، بيدوا نكهة مميزة جدا للرز. هنا بقى عشان اعلي التست بحط عندي معلقة صغيرة كاملة من الكركم ونص معلقة صغيرة من القرفة، واشوحهم الاول، وبعد كده انزل عندي بكيلو الرز المصري عادي جدا، اديله تسخينة كويس جدا. احط بقى عندي نص معلقة كبيرة من الملح، واظبط عندي مقدار الميه، ما بزودش الميه، بتعلي بس الميه فوق الرز مقدار عقله صباع واحده، وبتسيبيه يستوي. اول ما بتشرب معاكي بتهدي عليه النار تماما. الفراخ بقى مستويه معايا وطالعه رهيبه يا جماعه. تعالوا بقى نجهز احلى صينيه تقديم دلوقتي خطيره جدا. هنا بقى فضيت عندي الرز بالشكل ده وبشيل منه ورق اللوري والحبهان زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وبروح حاطه عندي على الرز كده الفراخ المشويه الخطيره دي. بروح بقى بعد ما احط الفراخ عندي بروح جايبه فحمايه ومولعاها واروح حطها عندي على الصينيه، وبعد كده بقى احط عندي اطباق سلطه الخضار الجميله دي يا جماعه ما شاء الله. شايفين الفراخ طعمها مميز جدا ومتشربه جدا جدا من التتبيله. اتمنى ان انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.